تحياتي لكم اخوان. اليوم راح نسوي تخمير الكشك. شوفوا هذه سلقنا الكشكاء او الحنطة او الحبية، شوفوا شو يسموها، بدون لا ملح لا دهن لا اي شيء، مجرد سلق وتكون حارة. شوفوا الدخان يعني مو حارة وانما بعدها ساخنة. وهذا قطعنا اللفت الابيض او الشلغم اللي احنا نسميه بالعراق، وهذه عضود ما الشلغم او اللفت الابيض، او اذا ماكو ممكن استخدام الاوراق مال الفجل. يعني هذه 3 قلاصات ونص، وهي تقريبا نص كيلو خضار، وهي 4 شلغمات، وهي هذه ناخذ منها ورقتين او 3 ماكسيمم نعناع حتى يصير مر. وهذا كيس الخميرة. هسه راح نبلش وشلون راح نسوي الطبقات. شوفوا راح ناخذ من هذا، نخلي اول طبقة جوا نفرشها، اول طبقة جوا. شوفوا هاي حتى تنطي حرارة ايضا. نجيب خميرة، نخلي خميرة. نجيب الشلغم، باقي الشلغم. نجيب الخضار، نجيب لنا فد ورقة نعناع وياها، نرجع نذب مرة الأخرى الحبية أو الكشكاء شو سموها. يعني هذه بصراحة وجبة كبيرة بصراحة هذه الكمية. بس أنا راح أخلي بقية المواد كلها هنا، لأن الطبقة الأخيرة راح تصير بس حبية. نجيب أيضا خميرة، خلي خميرة. يعني هو مو بالضرورة هذا كيس يطلع له ملعقتين، انت تحتاجون ملعقة خميرة كلش كافية للشغلة. زين، نجيب هذا الشغل عندنا كله نتبه هو والخضار، هذا كله راح اذبه، وهذا الشغل والخضار كلهم راح اذبهم سوية. حتى السلطة هيجي عليها. هذا الخضار كله راح نذبه وياه. طبعا هذا ملقت عضود مال الشلغم او اللي يسموه في البلدان البقية يسموه اللفت، ورقتين نعناع بهاي الكمية، وقبل خلينا 11 صارت 3 كلش كافيات. نجي هسه ناخذ الحبية مالتنا اللي هي بعد حارة. شوفوا اخوان، وزع الحبية فوقاتها. شوفوا طبعا هاي الكمية راح تطلع كمية كبيرة للعلم، يعني تكفي طبخات كبيرة. أنا أسويها وأخليها بالمجمدة ورا ما تصير. هذه تحتاج لها تقريبا، صورها راح نغلفها، تتغلف كلها، تطول تقريبا بعد 3 أيام. هسه اشرح لكم الوضعية مالتها. هسه راح نغلفها وراها. شوفوا وزعها، بعدين تغطي خلي الحبية تغطي كل الخضار. شوفوا هي تغطي كل الخضار.
طريقة تخمير الكشك مع الموصل، هذا فقط التخمير، يعني مو الطبخ. الطبخ بعدين ورا ما ينضج ممكن أيضا نصور كيف نطبخه وكيف نعصره، ويحتاج لشغل لأن الشغلة مالته مو سهلة. كشك مع الموصل بس أكلة خرافية بصراحة، تكون أكلة خرافية. هسه كملنا. هسه هذا ساخن، أنا راح أضيف له شوية بعد فوقاته لأن هو لو محتاج له، بس يعني حتى التخمير مالته يصير زين. يعني تقريبا أنا خليت من عنده من أقل. أوكي يكفي. هسه راح نقفله ونتركه بمكان دافئ. وين نخليه؟ أفضل شيء هو المطبخ طبعا يكون دافئ دائما. المطبخ هو يكون دافئ، لازم غلق محكم مثل هذا، ونخليه ما نحركه لمدة 3 أيام. راح أخليه هنا جوا مكان دافئ. هذا يترك لمدة 3 أيام اخوان. ورا 3 أيام ايش راح نسوي؟ راح نطلع هذا الكشك ونحركه نقلبه. ورا ما نحرك ونقلب الكشك نرجع نقبله مرة ثانية، وكل يوم نفس الشيء، نفتح نحركه كله، نقلبه من جوا الفوق، نقلبه ونغلفه، ونستمر لمدة 15 16 يوم. تشوف الذوق الكشك يبدي يصير حامض. هو من يصير حامض يعني الكشك معناته صار خلاص. وراها سابقا كانت امهاتنا يعني قدامى بصراحه، ليست امهاتنا خلينا نقولها بصراحه، اجدادنا كانوا بصراحه يعني يسوون يعني يبسوه على شكل كتل مدوره، خلوه بالشمس يبسوه، يخلوه من يريدوا يستخدموه ينقعوا يسووا. لكن بصراحه نحن بعدها قمنا نسوي رأسا فرزة، نخليه بالمجمدة على بالأكياس، وكل ما نريد نطلع وجبة نخليها نموعها، بالتالي نضربها بالخلاط زين تصير على شكل مستحلب. نذب لها مي، نستحلب المي مالتها، وبعدين نسويها ويا الطبخ. والمسألة الطبخ بعدين نشرح لكم إياها. تحياتي لكم.